المباراة الشرسة بين العين والأهلي المصري. نقاط قوة وضعف نادي العين الإماراتي. الدفاع يا عزيزي، الدفاع بزراميط حرفيا، الدفاع مش موجود، يعني بيسيبوا اللعيبة وفي مساحات ياما بتبقى موجودة في ظهر الدفاع، واتمنى ان احنا نستغلها. زائد العرضيات والواحد على واحد هم ضعاف جدا جدا جدا، يعني احمد عبد القادر لو كان موجود كان فرق، بس احنا عايزين العرضيات نستغل كل عرضية، وعايزين لاعب يلعب براسه. على ما اعتقد محمد طاهر هيكون ليه دور كبير قوي في المباراة زي دي. ولكن اخطر لاعب عندهم هو سفيان رحيمي، اللي هو اخطر لاعب. ونركز في العرضيات يا جماعة، هما دخل فيهم 3 اجوان او 4 اجوان عرضيات، فنركز. طبعا ماتش واحد مش هيكفي، ماتش العين والهلال هيحدد لنا برضو نقاط القوة ونقاط الضعف. فتعال نشوف. زي ما انت شايف يا عزيزي، خط الدفاع عندهم زي ما قلت بيرتد للخلف بالعافية. خليك فاكر، زي ما نقطة ضعف عندهم العرضيات، نقطة قوة عندهم العرضيات برضو، واستغلال سفيان رحيمي لكل هجمة موجودة. لكن العرضيات يا جماعة نركز على العرضيات، نادي الأهلي يركز على العرضيات. هما ما بيقدروش على العرضيات، عندهم مساحات ياما، لو وسام ابو علي قدر يستغلها هتبقى يعني فل الفل. شايف 2 على 2، وشايف بقى هنا المرور وبطء المدافعين وضعف في حارس المرمى. فما شاء الله الاهلي لو قدر يستغل ده هيبقى تمام، ولكن لازم نركز ان هم عندهم نقطة قوة. سفيان رحيمي هو نقطة قوة النادي، ولازم نبقى فاكرين العرضيات العرضيات. ولو على الماتش فحابب اقول لك ان قناه MBC هي اللي هتكون نقله لمباراه النادي الاهلي والعين باذن الله غدا، اللي هو يوم الثلاثاء يوم 29 في 8 مساء باذن الله. وابراهيم فايق طبعا هو اللي هيكون موجود. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وسلام.